ما ينفعش تكون مهندس ومش فاهم يعني ايه فري دروبنج. الفري دروبنج من اسمها معناها ان الحاجه دي بتسقط سقوط حر. طبعا انا عاوزك تنسى الهواء خالص، يعني احنا دايما بنهمل مقاومه الهواء، فبنقول الحاجه دي بتسقط بدون هواء، او انا مقاومه الهواء بهملها. اول حاجه لازم نعرفها ان قصه السقوط الحر دي اول واحد اكتشفها هو نيوتن، اللي هي قصه التفاحه واللي انت عارفها، واللي طلع منها قوانين نيوتن للجاذبيه، اللي هم الثلاث قوانين اللي هم بيتكلموا على السرعه والمسافه. لو انت بصيت للثلاث قوانين دول بيتكلموا على السرعه، المسافه، الزمن، الاكسلريشن اللي هي عجله الجاذبيه، مش هتلاقي فيهم اي حاجه عن الكتله. ان الكتله مالهاش دعوه بالفري دروبنج. يعني ايه؟ انا لو رميت كتله كبيره طن، كتله تانية 1 كيلو جرام، مين اللي هيوصل الاول للارض؟ الاثنين هيصلوا في نفس الزمن، طبعا باهمال مقاومه الهواء. احنا مش بنتكلم على الهواء. وفي كان تجربه مشهوره اللي هم رموا فيها كتله عباره عن ريشه وكتله كبيره في اوضه مفرغه من الهواء، الاثنين نزلوا مع بعض في نفس الزمن بالظبط. ايه القصه؟ القصه ان الكتله خارجه من المعادله دي خالص وملهاش اي تدخل فيها. ليه؟ لان الحاجه دي وهي بتسقط فري دروبنج، يعني طبعا كلمه فري دروبنج ان هي بتسقط من سقوط حر، يعني من سرعه زيرو، وهي بتسقط ايه اللي بيحصل لها؟ اللي بيحصل ان هي كل ثانيه سرعتها بتتغير طبقا للقانون او طبقا للظاهره الطبيعيه اللي هي عجله الجاذبيه. عجله الجاذبيه عباره عن 9.8 متر على الثانيه في الثانيه. 9.8 متر على الثانيه في الثانيه، يعني ايه؟ يعني كل ثانيه الكتله دي سرعتها بتزيد 9.8، يعني بعد ثانيه 9.8، كمان بعد ثانيتين 2 في 9.8، بعد 3 ثواني 3 في 9.8. يعني ممكن تقول ان السرعه هي عباره عن عجله الجاذبيه في الزمن.